السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكل متابعي القناة، حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. بعد موافقة النادي الأهلي على البطولة، الأهلي والزمالك ونادي مصر الثالث لم يتم تحديده حتى الآن سيمثلون مصر في البطولة العربية. الاتحاد العربي قرر إضافة 4 أندية للبطولة العربية بدون أي معايير مثل بطل الدوري أو الوصيف، من أجل إشراك النادي الأهلي والاستفادة من الجماهيرية الكبيرة له وضمان نجاح البطولة. وينضم إلى النادي الأهلي بالبطولة باختيار الاتحاد العربي نادي النصر السعودي واتحاد جدة السعودي وفريق آخر لم يتم تحديده حتى الآن. بعد الموافقة على المشاركة في البطولة العربية، البطولات التي سيشارك فيها الأهلي بداية من الموسم المقبل: الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر ليج الأفريقي والبطولة العربية وكأس مصر وكأس الرابطة المصرية وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى احتمالية الفريق بالمشاركة في كأس العالم للأندية. وكيل أعمال البرازيلي جوستافو سوزا في تصريحات ليلا كورة: برونو سافيو ليس السبب وراء فشل انضمام جوستافو سوزا إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية. المفاوضات لم تتم لأسباب مادية للاختلاف بين الطرفين على قيمة الصفقة، لكن اللاعب يرحب بالانتقال للأهلي إذا تلقى عرض جديد في الفترة القادمة. مصدر من النادي الأهلي: مارسيل كولر يطالب التعاقد مع حارس مرمى في الانتقالات الصيفية القادمة، والمدير الفني السويسري لم يطلب الاستغناء مطلقا عن أي لاعب في نهاية الموسم حتى الآن، رغم أنه في يناير طرح فكرة إعارة برونو سافيو فقط حال التعاقد مع مهاجم آخر بعد ضم القندوسي. ويدرك كولر جيدا أن كرة القدم تشهد متغيرات كثيرة، وقد يتحسن أداء أي لاعب بما فيهم سافيو وأيمن أشرف وبعض العناصر التي لا تشارك، والدليل ما حدث مع حسين الشحات ومحمد هاني ومحمود متولي وآخرون في الفترة الأخيرة. كولر سيستمر على النهج وإعطاء فرص عادلة لكل اللاعبين، وكل لاعب سيشارك مع الأهلي في المباريات المحلية والقارية، وليس معنى استبعاد أي لاعب من قائمة المونديال بأنه خارج الحسابات. مانشستر سيتي يفوز على أرسنال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، ويحتل قمة الدوري الإنجليزي بنفس الرصيد لأرسنال ب51 نقطة بفارق الأهداف، مع فارق مباراة أقل لأرسنال. الحكم البرتغالي السابق دوارتي جوميز يقترب من منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم. مصدر من الأهلي: لا يوجد أي مفاوضات في الوقت الحالي لضم جاكسون موليكا، والفريق لديه 5 محترفين أجانب، وهناك خطة موضوعة بشأن طريقة تدعيم الفريق في الموسم المقبل سيتم العمل عليها مبكرا. بعد سفر الفريق إلى ليبيا، الزمالك يستمر في الاستعدادات لمواجهة المريخ السوداني في دوري الأبطال. شركة الكرة بالأهلي تعقد اجتماع مع مندوبي شركة أديداس بشأن وجود خطط مستقبلية لفلنة الفريق ومفاجآت أخرى لجماهير النادي خلال الموسم المقبل. كاف يخاطب الهلال السوداني بشكل رسمي ويتمسك بقرار حظر التواجد الجماهيري في ملعب الجوهرة الزرقاء في مواجهة الأهلي في دوري الأبطال بسبب أحداث الشغب التي حدثت من قبل، وتجنب حدوث الأمر مرة أخرى. الهلال يعلن إصابة الحارس الأساسي والاحتياطي للفريق قبل مواجهة الأهلي في أبطال أفريقيا. أحمد فتوح خارج قائمة الزمالك لمباراة المريخ السوداني في دوري الأبطال. تعيير الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة فيوتشر وبيراميدز في الكونفدرالية. عامر حسين: نستطلع رأي طلائع الجيش للمشاركة في البطولة العربية، والإسماعيلي والمصري طلبوا المشاركة في البطولة العربية رسميا. أشرف عبد العزيز محامي كهربا من جديد: فلوس الغرامة على كهربا موجودة منذ وقت طويل في البنوك وبالدولار وقبل أن يتم حتى تعويم الجنيه، الهدف من عدم دفع الغرامة هو فقط زيادة الفائدة في البنوك لصالح اللاعب، ولذلك نكتسب الوقت طالما لا يوجد إيقاف على اللاعب فلن يتم دفعها إلا في الوقت المحدد. بروسيا دورتموند يفوز على تشيلسي بهدف نظيف، وبنفيكا يفوز بهدفين على كلوب بروج في ذهاب دوري أبطال أوروبا. أحمد الشيخ: تم فسخ تعاقدي مع المصري وتنازلت عما يقارب 1,500,000 جنيه من مستحقاتي لإتمام فسخ التعاقد، لأني لا أشارك مع الفريق وليس لدي دور، وفضلت أن أرحل عن الفريق. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، فعل زرار الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة، ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.